الفيديو ده انا اترددت كتير جدا عشان اعمله. بما اني معالج نفسي وكوتش للصحة النفسية، انا مش كل المحتوى بحطه في الجزئية دي، لكن بتعامل معاكم على ان احنا صحاب، فبتكلم معاكم بشكل طبيعي جدا. رقم 1، لو انتوا قاعدين في البيت لوحدكم ما تتفرجوش على الفيديو ده. رقم 2، لو جنبكم اطفال ما تتفرجوش على الفيديو ده ارجوكم. اوكي؟ طيب، من 3 سنين في الشتاء بناتي نزلوا المدرسة الصبح عادي جدا، وجوزي كان شغله الصبح في الوقت ده، ونزلوا المفروض ان هو هيتأخر، وكانت حوالي الساعة يعني 8:30 كده 9. أنا قاعدة عادي في بيتي اللي كان قبل كده اللي حصلت فيه القصة دي، وعادي عملت حاجة أشربها وقاعدة وبتفرج على التلفزيون، ولسه ما ابتديتش اليوم بتاعي. وفجأة وبدون يعني أي مقدمات حسيت إني مش مرتاحة، حسيت إني متضايقة والتليفون بيقفل، حسيت إني متضايقة، حسيت إني مش مبسوطة، خايفة، ودي حاجة غريبة جدا. فكلمت جوزي في التليفون، قلت له أنا يعني هو أنت مش هينفع ترجع يعني تيجي من الشغل بتاعك؟ فقال لي لا، أنا الموضوع ورايا حاجات مهمة ولسه مش هاجي دلوقتي خالص. وانت كويسة؟ قلت له انا حاسه ان انا تعبانه بس شويه، حاسه اني تعبانه. وقال لي مالك؟ قلت له مش عارفه، انا حاسه ان انا تعبانه. انا بقولها له حاسه ان انا تعبانه جسديا، يعني علشان يتخض فيجي علشان انا حاسه ان الموضوع مش احسن حاجه، مش عايزه اقعد لوحدي في البيت، والشقه كانت كبيره جدا جدا. ف قال لي لا لا لا، مش هينفع ان انا اجي وكنا كمان شادين مع بعض وقتها. فقال لي لا لا لا، مش هينفع ان انا اجي واسيب شغلي ومش عارفه ايه، وخلاص تمام قفل. المهم كنت كل شويه احاول ان انا ابعت له اكلمه، برضو التليفون مقفول، لان هو المكان حتى اللي هو فيه مفهوش سيجنال. بعديها فجأة نمت. لما نمت انا مش نايمه، انا ما بين الصحيان والنوم، الخط الرفيع جدا اللي هو انا حاسه باي حاجه ممكن تكون موجوده، وفي نفس الوقت انا مغمضه عيني. وفجاه لقيت جوزي داخل عليا وواقف لي على باب الاوضه وبيقول لي انا جيت اهو. فانا بصيت له، وكان لابس اللبس اللي مش لابسه وهو نازل. انا مرعوبه. كان لابس اللبس اللي مش لابسه وهو نازل، لبس برضه يعني سبورتيف، لان شغله فيه حركه، هو مخرج فبيبقى دايما بيتحرك كتير. بس مش هو ده اللبس اللي انا فاكراه. اللي جالي كان لابس او جوزي اللي انا شفته قدامي هو لابس هودي ابيض، وجوزي لما نزل ما كانش لابس هودي ابيض. موبايل عمال بيقفل وبيفتح، مش عارفه، دي حاجه غريبه جدا اول مره تحصل. المهم، فانا قاعده على الليفينج ومتغطيه، وفجاه ابتديت اقرا قران. فجوزي جه خدني وشالني، وفجاه انا قاعده على الليفينج. يعلم ربنا ان الكلام ده حقيقي. فقعدت اقرا قران كتير 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 كتير. وبعد كده هو مش جوزي ده مش جوزي يعني، فجاه اختفى. فجاه انا لسه قاعده على الليفينج ابتديت اكلمه تاني، اكلمه هو مش ما فيش سيجنال. كلمت اختي طبعا نايمه، كلمت اختي تانية بنت خالتي يعني اختي، فردت عليا، هي مستغربه انا بكلمها في الوقت ده. قعدت اكلمها في اي هبل. بعد كده قالت لي طب ساره انا هقفل عشان في حاجه لازم انزل اعملها دلوقتي حالا. فلا مش عايزاها هتقفل. بعديها لقيت الجرس بيرن، جريت بفتح الباب، لقيت جوزي لابس نفس اللبس اللي نزل بيه،
ولابس نضاره سودا، النضاره بتاعته، وبيطبطب عليا، بيقول لي في ايه، انت كويسه؟ انا ما بتكلمش، بعمل له كده، وفجاه حسيت انه مش هو، ده مش جوزي. وهو يمكن التاني ده جالي في صورة تانية. ابتديت اعيط وبنهار، لابس اسود في اسود قدامي، ولابس نضارة سودا، وحاسة ان هو مش انت. وبعد ما اللي هو ابتديت اهدى، اللي هو انا بجري عليه، انت جوزي. وبعد كده فجأة ابتديت احس انه مش هو جوزي، مش هو. فابتديت اقلعه النضاره، اللي هو انا بقلعه النضاره علشان انا خايفه، انا حاسه هشوف حاجه تانية. بقلعه النضاره، بقول له هو انت ولا مش انت، انت ولا مش انت. وقعدت اعيط وانهارت طبعا ورحت. ده موقف من المواقف اللي عمري ما هنساها، من الحاجات اللي لحد دلوقتي انا مش عارفه ايه. الشقه كانت كبيره جدا وعادي، كنت بقعد فيها لوحدي، وعشت فيها سنين، عشت فيها اكتر من 10 سنين يعني. بس ف اللي انقذني ان قرأت القرآن، اللي انقذني اني استعذت بالله من الشيطان الرجيم. انا مش عارفه ايه اللي حصل ده، ما اعرفش. وده موقف من المواقف اللي مرت عليا يعني. ده موقف من مواقف الرعب يعني. دي يمكن تاني قصة احكيها لكم حصلت معايا. اول واحدة كانت في العجمي، وفي حاجات تانية في العجمي، وده موقف تاني. قولوا لي بقى، حصل معاكم حاجة زي كده ولا لا؟